بسم الله الرحمن الرحيم. ميزتين في شغل الباركيه انت وشغال لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه اتجاه البلاطه يكون ماشي مع اتجاه فتحه الباب بتاع الاوضه، وتاني حاجه انك انت تمشي البورسلين اذا كان هو قطع ليزر تمشيه بدون فواصل. يعني لو قربنا كده الكاميرا للبلاطات هنلاقي انه الاتجاه ماشي كده مع فتحة الباب، اتجاه الطول بتاع الباركيه يكون ماشي مع فتحة الباب كده تمام. والميزة التانية انك انت تكون عامل الباركيه بتاعك بدون فواصل، هيكون اشيك واجمل طبعا. بص كده شكل الباركيه بدون فواصل اشيك واجمل من انك انت تعمله على كليبسات، بس تراعي طبعا انك انت اثناء التركيب تعمله تخلي بالك من الاوصى، فتظبط الاوصى على قد ما تقدر. لو مش هتعرف تظبط الاوصى وليت البلاطه هتكون مسننه معاك، يبقى هتضطر تشتغل بكليبسات ومشابك، لان الكليبسات والمشابك هتظبط شويه معاك الاوصى. طبعا لو الاوصى خفيفه والدنيا ماشيه، الاشيك ليك انك انت تمشيه بدون فواصل، هيكون اجمل طبعا واحسن بكتير.